بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده هنعرف الناس ايه هو الماركت بليس، علشان الناس الجديده اللي شغاله معانا لسه ما تعرفش ايه هو الماركت بليس ده ومكانه فين. مبدئيا كده مكان الماركت بليس اللي هو العلامه اللي فوق دي عندك على الفيسبوك. لما تفتح الفيسبوك بتلاقي الاعلانات اللي انت شايفها، ده هو ده الماركت بليس. تمام. هنرجع تاني كده نفتح الفيسبوك، هتلاقي العلامه اللي فوق دي هي دي علامه الماركت بليس، وهو ده اللي احنا بنعرض فيه. تمام. طيب لو انا فتحت الفيس عندي ما تلاقيتوش موجود فوق هنا كده في الشريط بتاع الادوات المستخدمه على طول دي. تمام. باجي بفتح الفيس بتلاقيها في وش زي ما انتم شايفين كده بنفس الواجهه. باجي عند الثلاث شرط اللي فوق بعض على الشمال فوق خالص دول، بدوس عليهم وبرفع كده الاختيارات دي، بتلاقي علامه الماركت بليس هنا اهي. تمام. ده الماركت بليس. طيب بعد ما بندخل على الماركت بنعمل ايه؟ المفروض ان في حاجه فوق كده شبه النص بني ادم اللي هو جنب العدسه، اللي هو ده المفروض الملف التجاري بتاعي اللي انا هعرض عليه المنتجات اللي انا هبدأ اشتغل عليها. تمام. طيب ابدأ اعرض ازاي؟ ممكن ادخل على العلامة اللي جنب العدسة دي زي ما قلنا، وبعد كده قوائم معروضاتك. طبعا ممكن تلاقي الدنيا عندك هنا فاضية خالص، هندوس على انشاء قائمة معروضات اللي هي فوق دي. تمام. بيجي لك الاختيارات اللي في وشك دي، كل حاجة انت بتعرضها بتختار كلمة عناصر اول واحدة، اللي هي اول واحده بتظهر لك عامه. بيجي لك الشكل ده. تمام. او شكل مختلف تاني على حسب واجهه التليفون بتاعك. ساعات بيجي اضافه صور دي في مربع على شكل مربع كبير اخد نص الشاشه كده. فدي واجهه صعبه شويه عامه، وفيها حاجات زياده. دي واجهه سهله. طيب انا هعمل ايه المفروض في الخطوات دي؟ طبعا الخطوات دي شرح نفسها. اضافه الصور بتضيف صور المنتج اللي انت هتشتغل عليه. تاني حاجه اسم العنصر اللي هو اسم المنتج اللي انت هتعرضه. تالت حاجه السعر، ممكن نكتب فيها صفر او نكتب سعر المنتج. لو في ناس مش بتحفظ سعر المنتج كام وهترجع تدور على سعره وهتدوخ، لا يبقى احنا نحط سعر المنتج اللي احنا هنحدده في المربع ده. تمام. طيب احنا هنبدا نعمل اعلان كده على طول علشان الناس تفهم. بنخش على لينك التليجرام بتاعنا اللي هو فيه المنتجات زي ما انتم شايفين كده، وهناخد مثلا منتج معين زي الكوتشي ده. فبنعمل ايه اول خطوه؟ بندوس لمسه واحده بس على الوصف اللي مكتوب تحت صور الفيديو، بيظهر لنا الاختيارات دي. بنعمل ايه؟ بندوس حفظ في المعرض. حفظ في المعرض هنا بيقول لك تم حفظ 4 صور، اللي هم الاربع صور اللي انت شايفهم بتوع المنتج. بعد كده بنعمل ايه تاني؟ بندوس لمسه واحده برضو بيجي لنا نفس الاختيارات، بندوس على كلمه نسخ اللي هي نسخ بس مش نسخ الرابط. تمام. يبقى انا كده كلمه نسخ بس دي انا نسخت لي الوصف والسعر والكلام اللي مكتوب بتاع المنتج. وبرجع على الفيسبوك الواجهه اللي احنا كنا فاتحينها وبدوس اضافه صور. بختار اول صوره هي اللي بتظهر في الوش للناس اللي بتشوف الاعلان بتاعك، اللي هي ممكن الصوره المجمعه الاربع الوان. وبعد كده بختار الاربع الوان بتوع ايه المنتج، وبدوس التالي اللي هي فوق خالص على الشمال. بعد كده بعمل الخطوه اللي بعدها ايه؟ باجي عند الوصف وادوس عليه، وادوس على المربع لمسه طويله كده لحد ما يظهر لي الاختيارات دي، فبدوس لصق. تمام. طيب انا كده حطيت الوصف اللي هو بتاع المنتج اللي في قناه التليجرام. باجي عند زود عمولتك دي بمسحها، وبمسح السعر كمان. تمام. وباجي عند كلمه كوتشي بدوس عليها لمسه طويله وبسحب الشريط ده كده، باخد مثلا عنوان وادوس عليه نسخ. تمام. واطلع فوق هنا عند اسم العنصر بحط كلمه كوتشي رجالي مصنوع من الجلد المطعم بالشموع. تمام. باجي عند السعر وبدوس صفر زي ما قلنا. الحاله دايما الحاله بتبقى جديد، ان المنتج اللي انت بتبيعه ده جديد، ماهوش مستعمل ولا شبه مستعمل. طبعا الفئه ساعات بتتحدد لوحدها زي ما شفتوا كده، وساعات لا. طب لو ما اتحددتش لوحدها بدوس عليها وبختار الفئه بتاعه المنتج. يعني لو انا بعرض حاجه في ادوات يبقى ادوات، حاجه ليها علاقه بملابس واحذيه رجالي، ملابس حريمي، بختار الحاجه اللي ايه اللي ليها علاقه بالمنتج. تمام. طبعا بعد كده بدوس على الموقع. تغيير الموقع ده على حسب راحتي، ولازم طبعا لما بعمل اعلان على الماركت بليس بخش كل مثلا 3 ايام اغير الموقع بس، واسيب البيانات زي ما هي بتاعه الاعلان وارجع تاني. ليه بقى؟ علشان يعمل لك تجديد للاعلان كانك لسه نشره جديد. طيب غيرنا فدوسنا تطبيق. تمام. بتعرض طبعا الموقع ده بتعرض في اي مكان في مصر، يعني القاهره، شبين الكوم، الدقهليه، المنصوره، اسكندريه، انت وراحتك. ده مكان انت بتنشر فيه المنتج اللي انت ايه بتبيعه. بعد كده بنيجي على عرض للمزيد للبيع في المزيد من الاماكن، بندوس عليها. طبعا بيطلع لنا الجروبات اللي احنا مشتركين فيها على شكل جنبها كده بيبقى في شكل مربع فاضي، لو دوسنا عليه بيتعلم علامه صح زي ما انتم شايفين كده. تمام. وفي طبعا جروبات في انضمام هنا جنبها، دي مش الجروبات بتاعتنا، دي احنا ما انضمناش ليها. ولازم يكون عندنا جروبات فوق ال50,000، يعني بلاش انضم لجروبات صغيره. خلينا مثلا جروب زي سوق الجمعه ده انا حددته اهو علشان 259,000 عضو، فده يخلي نسبه المشاهده عاليه للمنتج اللي انا هعرضه. طبعا انت بتحدد هنا مثلا، تفضل تحدد للجروبات اللي عندك
21 جروب، وبعد كده الفيس بيقول لك خلاص كده ايه تمام اهو. بص مفيش اي ايه علامه، خلاص كده تمام. انا حددت 21 جروب. طبعا في فيديو على قناتنا على اليوتيوب ازاي تنضم لجروبات كبيره، في فيديو متوفر على قناتنا على اليوتيوب، تمام؟ ممكن ترجع تشوفه وتعرف ازاي تنضم لجروبات. وغير كده في فيديو جديد هينزل ازاي تجيب جروبات كبيره وتعمل لها انضمام وتبقى موجوده عندك في الماركت بليس زي ما انت شايف كده جروبات كتير، تمام؟ بعد كده بندوس على كلمه تم اللي هي فوق خالص دي، ويبقى انا كده عملت الاعلان على الماركت بليس. خلاص كده مش فاضل حاجه، لا مش فاضل حاجه. ترويج قائمه المعروضات دي ما ينفعش تبقى لونها ازرق كده زي ما انت شايف، لازم اقفلها لان دي بفلوس، تمام؟ اخفاء من الاصدقاء برضو دي لازم اقفلها، تبقى زي ما انت شايف كده، ما تبقاش لونها ازرق، لازم يبقى ايه مطفيه زي ما انت شايف، تمام؟ هل في زياده على الحاجات اللي انا هعملها دي حاجه؟ لا ما فيش زياده. كده انا بدوس على نشر اللي فوق خالص على الشمال، دوست عليها، الاعلان هتلاقيه عندك هنا اهو جاري النشر، دقيقه بالظبط او دقيقتين وهتلاقي المنتج ده اتنشر على الماركت بليس. بعد كده بعمل اعلان تاني بقى، بدوس انشاء قائمه معروضات وابدا اعمل اعلان تاني وتالت ورابع على المنتجات اللي انا هعرضها، تمام؟ كده هو جاب لك الاعلان ناشط اهو، يعني الاعلان كده اتعرض خلاص. لو فتحنا الاعلان لازم وضروري يكون الاعلان بالشكل ده، ما ينفعش ادوس على كلمه تمييز كمباع لان يبقى انا كده بعته، تمام؟ ولازم الماركت عندك الاعلان يكون اتنشر في اكتر من جروب، يعني تيجي تفتح الاعلان كده تلاقي تم العرض للبيع في مكان واحد، هنا تلاقي فيه 20 30، يبقى انت كده عرضت المنتج ده في 30 40 جروب زياده. وفي فيديو طبعا في قناتنا على اليوتيوب برضو اخر بيشرح لك ازاي تزود الاعلان بتاعك على الماركت بليس في جروبات كتير، تمام؟ دي كانت الخطوات بتاعه الاعلان على الماركت بليس من قناتنا على التليجرام اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. فبتاخد اي منتج بقى انت عايزه وتبدا تنشره على الماركت بليس براحتك، وبتحدد السعر اللي انت عايزه، تمام كده. اتمنى التوفيق للناس ويكون الفيديو سهل وشرح ازاي تعرض المنتج بطريقه سهله. الموضوع مش صعب جدا ولا حاجه. الماركت بليس ده موجود على الفيس عند كل الناس اللي سنها فوق ال 19 20 سنه، يعني اقل من 20 سنه ممكن ما يبقاش عنده الماركت، فلازم يعمل اكونت جديد، تمام؟ اتمنى التوفيق للناس جميعا.